التفخيم والترقيق. ما هو تعريف الترقيق وما هو تعريف التفخيم؟ هيا نبدأ بالتفخيم. التفخيم لغة التسمين أو التعظيم. اصطلاحا هو سمن يدخل على صوت الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى. أما الترقيق فهو لغة التنحيف، واصطلاحا تنحيف صوت الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى. طيب، ما هي حروف التفخيم وما هي حروف الترقيق؟ كحروف تنقسم بين الترقيق والتفخيم، يعني تتردد بين التفخيم والترقيق، وهناك حروف مرققة دائما وهناك حروف مفخمة دائما. طيب، ما هي الحروف المفخمة؟ الحروف المفخمة هي حروف الاستعلاء السبعة، وهي مكونة من خص ضغط قز. ولكن هناك 4 حروف وهي أحرف الإطباق، وهي الطاء والظاء والصاد والضاد، وتكون في أقوى درجات التفخيم. ويكون أضعف درجات التفخيم هي القاف والظاء والغين، تكون أضعف مراتب التفخيم. مراتب التفخيم 5 عن ابن الجزري. الحرف المفتوح بعده ألف يكون المرتبة الأولى، وحرف الاستعلاء المفتوح وليس بعده ألف ويكون في المرتبة الثانية. الاستعلاء المضموم يكون في المرتبة الثالثة، ويكون حرف الاستعلاء الساكن ويكون في المرتبة الرابعة. أما المرتبة الخامسة تكون حرف الاستعلاء المكسور ويكون في المرتبة الخامسة من درجات أو مراتب التفخيم. ومن أضعف مراتب التفخيم وهي حرف الخاء والقاف والغين، ولذلك يجب الاهتمام عند النطق بهما. وجزاكم الله خيرا.